السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. نفسي راحت للفول النابت، جيت اشتريه النهارده لقيته معدل 50 و60 جنيه. قلت على ايه يعني؟ دول هما شويه فول وحبه ميه من الحنفيه، هنعمل احلى شويه نابت في البيت. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه بقى معايا نص كيلو من الفول، انا نقعاه قبليها بليله. تمام، او على الاقل خالص 6 ساعات. وانت عند العطار بقى هتجيبي الفول كده قشرته فاتحه عشان يخلي النابت ميته فاتحه معانا، انما لو الفول غامق هيخلي النابت ميته غامقه وهيبقى شكله مش حلو. وهنا كده بعد ما اتنقع معايا ليله كامله هبتدي بقى ان انا اصفيه وهرجع اشطفه تاني وهرجع لكم. هنا كده بقى بعد ما صفيته كويس من الميه دي هبتدي بقى ان انا اركنه على جنب كده عشان اقول لكم انا هعمل ايه تاني. معايا بقى الحله اللي انا على طول هشتغل فيها. جبت بقى معايا هنا اي حته قماشه كده، بس يا ريت تكون قطن عشان القطن هنا بيحتفظ باكبر كميه من الميه. وهعصرها كده نص عصره بس، مش هعصرها جامد عشان الحته دي اللي هتخليه ينبت معانا. هبتدي بقى على طول ان انا انزل بالفول كده في قلب الحله، وهبتدي بقى ان انا اغطيها بالاطراف بتاعه القماشه. وهنا كده بعد ما غطيته مش هفتح عليه بقى خالص، وهقول لكم هو هينبت ازاي. ويا ريت كمان لو احنا في الصيف ما نسيبوش اكتر من يومين بالظبط عشان ما يبص مننا. اه صحيح، نسيت اقول لكم لو احنا في الصيف هنخليه في التلاجة كده لحد ما ينبت، انما لو احنا في الشتاء هنسيبه على رخام عادي لحد ما ينبت. وطبعا مش هفتح عليه خالص زي ما انتم ما شايفين كده انا بنمشه بس من فوق، انما انا فتحت الحتة دي بس عشان اوريكم ان كده عدى اول يوم عليه بس. يعني معايا كده حوالي ربع او نص كوباية مية هنمشه بس، وهغطي الحلة تاني وبعد كده هدخلها التلاجة لو احنا في الصيف، انما لو احنا في الشتاء هخليه على الرخام. وهنا كده بقول لكم بعد ما عدى تاني يوم عليه ما شاء الله بصوا، ده كده كان تاني يوم بالظبط. انا برضو بحسب اليوم اللي انا نقعته فيه، يعني كده كله على بعضه 3 ايام. هو بقى كان مظبوط معايا هنا كده قوي، هبتدي ان انا اسويه. وفي نفس الحلة بقى اللي انا نبت فيها كده هبتدي ان انا اولع عليه، بس طبعا هغسله مرة واتنين وتلاتة عشان لو في اي حاجة. هبتدي بقى ان انا افضيه كده من حتة القماشة اللي انا كنت عاملاه فيها دي، بعد كده بعد ما فضيته يعني هملى عليه مية بقى واغسله كويس جدا جدا، وبعد كده هرجع لكم. وهنا كده هبتدي ان انا اصفي المية اللي عليه دي بقى، وهملى عليه مية تاني واشطفه تاني مرة واتنين. يا ريت بقى لو جربت النبات بالطريقة دي او بأي طريقة تاني يا ريت تكتبي لي في الكومنتات انت بتعملي ازاي. على فكرة يا بنات انتوا لو جربتوه يعني ابتديتوا ان انتوا تنبتوه من البداية خالص لحد الاخر ما شاء الله الكيلو بيقطع معاكي 2 كيلو ونص فول متنبت. تمام، يعني النص كيلو ده ما شاء الله اداني كيلو وربع فول نابت، وما شاء الله كفى واتبقى منه كمان لحد تاني يوم. اما بقى عن الواحدة اللي اتاخدت دي ما تركزوش ان انا بحب اكله كده. اللي زيي بقى يكتب لي في الكومنتات. وهنا كده بعد ما شطفته حطيته بقى في الحلة تاني، وهبتدي ان انا املى عليه مية يعني تغطيه كده. تمام. انا هنا بقى حطيت شوية مية تاني عشان عاملة حساب ان هو لسه هيغلي كتير. وصحيح لما تيجي تزوديه مية اوعي تزوديه مية ساقعة هيحصرم منك ومش هيستوي، لازم تزوديه مية سخنة. معايا هنا بقى واحدة طماطمية صغيرة كده، بس أنا هنا استخدمت نص طماطمية بس عشان كانت الطماطم عندي كبيرة جدا فحطيت نص واحدة، أو ممكن تستخدموا واحدة برضو زي ما انتم عايزين. وحطيت هنا بصلاية صغيرة كده يعني، وبصوا أنا هنا بقول لكم الحتة اللي فوق دي أنا مخلياها عشان تمسك البصلاية كلها على بعض، فاهمين؟ معايا هنا بقى عصير ليمونة كاملة، وطبعا الليمونة هنا عشان ما تخليش المية تغمق معاكي وانت بتسويه. هادّي له بقى تقليبة سريعة كده، وبرده معايا هنا معلقة صلصة كده، حطيت معلقة الصلصة هنا، وطبعًا معلقة الصلصة دي اختياري.
انا هنا ما حطيتش معلقه مليانه قوي عشان مش عايزه لون، يعني الميه تبقى غامق. انا هنا حطيت يعتبر نص معلقه بس. وهديله بقى تقليبه كده واسيبه على النار لحد ما يغلي، وهنشوف مع بعض دلوقتي هعمل ايه. وهنا برضو كان بدأ يغلي كده، هبتدي ان انا اديله تقليبه يعني بسيطه سريعه كده. وبعد كده هبتدي ان انا اشيل الريم اللي على الوش ده كله عشان ما يغمقش معايا الميه. وهنا ما شاء الله ما كملش معايا تلت ساعه بالظبط كان مستوي. وحوالي كده كل 10 دقايق اديله تقليبه سريعه بس كده. وهنا ما شاء الله كان استوى معايا وبقى عامل زي الزبده بالظبط. بص ما شاء الله، ما كملش معايا بالظبط تلت ساعه. ما شاء الله استوى، بصوا ده يبدوب كده. هبتدي بقى ان انا اظبط الملح بتاعي كده. وبعد كده نزلت برشه بسيطه قوي قوي كده من الكمون، عشان الكمون هنا بيغمق معايا الميه بتاعته، وانا عايزه الميه فاتحه. يا ريت ما تكتريش توابل عشان يبقى ميته فاتحه وحلوه كده. وكده بس بعد ما ظبطته وخلص كده. شفتوا اسهل واسرع من كده؟ لا بجد شفتوا اسرع من كده؟ مش هتلاقوا. تعالوا بقى نغرف مع بعض، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عن الجمال اتحدث قليلا بصراحه. اهم حاجه بس وانت عند العطار لسه، هات الفوله تبقى بيضه كده عشان يديك اللون ده بعد التسويه. قولوا لي بقى اللي جرب الطريقه دي يكتب لي في الكومنتات، واللي ليه طريقه تاني في الفول النابت برضو يكتب لي في الكومنتات عشان نتعلم من بعض. الطريقه دي ماما بتعملها على طول، وبرضو خلتني انا كمان اعملها. ربنا يخليكي ليا يا ست الكل. شايفين بقى الشوربه بتاعته فاتحه وحلوه ازاي؟ ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الاجمل عشان يوصلك كل جديد من بيت العز الكبير. والسلام عليكم ورحمه الله.